علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم. رحلة صحراوية ساحرة في المغرب. تلالها وكتبانها الرملية تدعو الزائر لاكتشاف أغوارها. هنا تلابس الحقيقة الأسطورة بالنسبة لسكانها وزوارها. إنها مرزوقة المغربية درة الصحراء التي تستقطب مناظرها الخلابة السياح من العالم بأسره. إنها لوحة فنية منقطعة النظير تغير الرياح تقاسمها كل يوم في قلب الصحراء المغربية. حتى الإبل تبدو مذهولة أمام منظر الشمس وهي تشرق كل يوم على هذه الكثبان الرملية. هنا نستمتع بالأشياء البسيطة للحياة. مشاهدينا الكرام، رحلة صحراوية ساحرة في المغرب. إنها لوحة فنية منقطعة النظير تغير الرياح تقاسمها كل يوم في قلب الصحراء المغربية. حتى الإبل تبدو مذهولة أمام منظر الشمس وهي تشرق كل يوم على هذه الكثبان الرملية. الإحساس بالانتماء إلى هذا الفضاء الواسع المهجور هو ما جاءت تبحث عنه هذه المجموعة من السياح الفرنسيين الذين يستمتعون بتناول الإفطار مع أولى خيوط الشمس الذهبية قبل الانطلاق في رحلة مشي طويلة تبدأ اليوم بصعود هذه الكثبان الرملية. سنمشي 4 ساعات هذا الصباح تتخللها فترات راحة، ثم نمشي بعد الظهيرة 1.5 ساعة للوصول إلى المخيم. على أبواب الصحراء هذا المكان المسمى حماد الدرعا. نمشي على طريق نهر جاف تمتد فيه الرمال الذهبية على مد البصر. ولاختراق هذا المدى الواسع من الرمال يعتمد سياح الصحراء على الإبل التي تملك قدرة شرب كمية مياه تصل حتى 15 لتر في الدقيقة الواحدة، كما يمكنها أن تقضي 2 أو 3 دون شرب قطرة ماء واحدة، ما يجعل منها أثمن ما في الصحراء. ترتفع درجة الحرارة وتتوقف المجموعة للراحة بعض الوقت. نهدف للوصول إلى جبل باني في الأفق. ستكون هذه وجهتنا لبلوغ وادي العطش. ينتظر السياح أن تنخفض درجة الحرارة لإكمال الطريق. المنظر رائع جدا. لست أدري كيف نحتت هذه الانحناءات، لكنه منظر خلاب. نعيش في تطور كبير. بمجرد كبسة زر نحصل على ما نريد بين قوسين، ولكن هذا المكان يعيد ترتيب الأشياء في الذهن. الانغماس في الثقافة البربرية يحدث في المخيم الذي تصل إليه المجموعة مع غروب الشمس. كلمات تسافر في ظلام الليل الذي يكسره نور هذه النار التي تستخدم في طهي الخبز التقليدي. على بعد أمتار نجد مطبخ علي. أهلا بكم في مطبخي. طبق اليوم طاجين تقليدي يقدم في المناسبات. مزيج من البرقوق والتين، نضيف لهما زيت الزيتون والزنجبيل والقرفة. الطبق اسمه السفة. هذه الليلة ستبقى الخيم فارغة، فقد قرر الجميع النوم على ضوء القمر. كنا مترددين من قبل، لكننا سنفعلها اليوم. في الغد يتغير الديكور، التنقل من العرق إلى الرق. عندما نتحدث عن الرق فنحن نعني هذا المدى الواسع من الحجارة حيث نمشي الآن. يستمر المسير تحت شمس حارقة حتى الوصول إلى هذا المكان الذي توجد فيه أشجار خاصة.
نجد سائلا بالداخل يمكن استخدامه لتسميم الرماح التي نستعملها في الصيد. مناظر تدعو للتأمل والتفكير في الحياة والوجود. هنا نستمتع بالأشياء البسيطة للحياة كغروب الشمس والنوم على ضوء القمر كما سنفعل الليلة. هذا جميل، أشياء لا نفعلها في حياتنا اليومية ونعود لها هنا. هذا رائع. ومع كل غروب يصعد الجميع إلى أعالي الكثبان الرملية ويطلقون العنان لفرحة لا تقدر بثمن. تلالها وكثبانها الرملية تدعو الزائر لاكتشاف أغوارها. هنا تلابس الحقيقة الأسطورة بالنسبة لسكانها وزوارها. إنها مرزوقة المغربية درة الصحراء التي تستقطب مناظرها الخلابة السياح من العالم بأسره. تنشط السياحة في مرزوقة لما تزخر به المنطقة من مزايا طبيعية وتاريخية وإثنوغرافية. فمرزوقة التي توجد في الجنوب الشرقي للمغرب كانت قبل قرون مضت نقطة وصول قوافل التجارة الصحراوية التي ربطت الحوض المتوسطي بإفريقيا جنوب الصحراء. وها هي اليوم توفر لمرتاديها أنواع مختلفة من السياحة بين سياحة استشفائية وأخرى لاكتشاف ما تزخر به مرزوقة من كنوز طبيعية. إنها المرة الأولى التي نزور فيها المغرب. إنه مكان جميل ومختلف والناس لطفاء. نحن سعداء بوجودنا هنا. ما يمكن القول عن زيارتنا إلى المغرب هو أننا استمتعنا بنوع من الهدوء والسكينة، خصوصا هنا في مرزوقة. استقبلنا بحرارة وقمنا برحلة رائعة في الصحراء. في فصل الصيف ينتعش قطاع السياحة في مرزوقة، لكن إقبال السياح عليها لا يتوقف طيلة فصول العام، حيث يجدون هنا فنادق ودور ضيافة توفر لهم ما يحتاجون إليه خلال فترة إقامتهم. الخدمات السياحية التي تمكن السياح من التعرف على أسلوب عيش البدو الرحل توفر أيضاً فرص عمل لأبناء المنطقة. السائحين كنوجد لهم يعني واحد الاطار ديال الراحه، يعني فين غيرتاحوا هما ووليداتهم. الخدمات الفندقيه يعني في واحد الطراز يعني عالي. كنوجد لهم رحلات استكشافيه. يتجاوز صيت مرزوقة رمالها الشافيه وجمال طبيعتها ليجعل منها مكانا ساحرا يطلق عليه السياح بحر الرمال، بحر من الرمال يجد فيه كل زائر ضالته. طالما كانت الصحراء ظالمة بشمسها الحارقة لا ترحم من ضل في بواديها طريقه. في القدم كانت الصحراء أحد أهم الوسائل للتنقل، لكن مع التطورات أصبحت ملجأ للسياح الذين يبحثون عن راحة البال والترفيه. في صحراء المغرب الواسعة وتحديدا بإقليم زاكورة يرتاد السياح المخيمات والفنادق للاستمتاع بالأنشطة المتعددة بعيدا عن صخب المدائن. أماكن الإقامة في زاكورة متوفرة على اختلاف أنواعها لإرضاء جميع الأذواق. أعيش في سياتل بولاية واشنطن بالولايات المتحدة. الطقس في هذا الوقت من العام في المغرب ومناطق أخرى من البلاد يكون مشمسا. خرجنا إلى الصحراء وتمتعنا ببعض الاسترخاء. لقد كانت عطلة رائعة بالنسبة لنا. السياحة في المغرب تعد أحد أهم مصادر الدخل، وتبلغ عائدات السياحة فيها نحو 6,700,000,000 دولار سنوياً. تشير تقريرات المسؤولين إلى زيارة ما لا يقل عن 30,000 شخص لمنطقة زاكورة فقط. وزارة السياحة تسعى إلى تنشيط السياحة الداخلية إضافة إلى استقطاب السياح من خارج الدولة بدعم من النقل الجوي وتوفير رحلات إلى المناطق السياحية.